أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد، ومش تأليف جديد من العيار التقيل ولا حاجة. بس الفيديو ده مختلف أشد اختلافات عن الفيديوهات السابقة. الفيديو ده بعنوان كشف عن أخطر مذكرة سرية. الفيديو ده يا أعزائي المتابعين يعتبر هو كاشف لكل تفاصيل أحداث اللي حصلت في حياتي من سنة 2021 لحد سنة 2025. هو في حاجات حصلت، في حاجات حصلت، وفي بلاوي حصلت، في كوارث حصلت، في مصيبة حصلت، في حاجات وحشة جدا حصلت. متفتكرش ان اللي بيقدم لك المحتوى ان هو عايش حياته كلها مبسوط وعايش حياته كلها فرحان، وان كل حياته حياة سعيدة. متفتكرش ان اللي بيقدم لك المحتوى حياته كلها لونها وردي. لا، هو بس انت ما شفتش الجانب المظلم اللي انا كنت مخبيه. بس انا ما قدرتش اخبي اكتر من كده. انا خلاص صبرت كتير واستحملت كتير. خبي زعل يوم، يومين، 3، لكن اخبي زعلي اكتر من اسبوع ده بالنسبة لي زي التحدي كده، تحدي مستحيل. ودلوقتي بيتم الكشف عن أخطر المواضيع السرية، أخطر المواضيع السرية اللي حرفيا أنا ما كنتش عايز إن أنا أكشف عن السر ده، لأن ما ينفعش، أنا ما ينفعش أقول سر رهيب زي ده لأي حد. بس عشان أنا صاحب قناة يوتيوب دلوقتي، صاحب براند القناص إديتور، كان لازم إن أنا خلاص أطلع بوجهي وأتكلم بشكل صادق وصريح، وأكلمك عن أبشع حاجة حصلت الفترة اللي فاتت، عشان كل المتابعين يكونوا عارفين إن الحياة مش كلها سعيدة، في جانب مظلم أنت مش شايفه. وأنا بقى حبيت أوريك الجانب المظلم ده عشان تبقى عارف إن الحياة مش بتخليك سعيد دايما. لازم تبقى فاهم إن اللي حصل ده الفترة اللي فاتت مؤلم بمعنى الكلمة. انت ممكن ما تحسش انك مش انت اللي تعرضت للصدمة دي، بس اللي تعرض للصدمة نفسها اتأذى نفسيا جدا. أعزائي المتابعين، أنا يعني مهما حاولت أعرفك، بس في ناس هتزعل عليا، وناس تانية هتشمت فيا، وناس تانية هت... مش هيفرق معاهم الموضوع. اعتبر ان الفيديو ده فيديو متنوع وفيديو مختلف، لأني حرفيا الفيديو ده بيكشف أخطر الأسرار على الإطلاق. سر أنا عمري ما كنت في يوم عايز إني أبوح بيه. السر ده يعني سر عمري في حياتي ما قلت إن أنا أقوله لحد. لأ، أنا كنت كاتم السر ده دايما طول حياتي. بس لما لقيت إن يوم 12 يونيو 2025 حدثت الكارثة الغير متوقعة، وأنا زعلت، ما قدرتش استحمل أكتم زعلي أكتر من كده. والنهاردة جه الوقت إن أنا أعرف الكل على اللي حصل.
لعلمكم في بعض المتابعين كانوا بيسألوني: هو انت الفترة دي غايب كتير قوي ليه؟ ما انت خلصت امتحانات وخلصت الكلية، بقيت تغيب جدا، في حاجة؟ قلت لهم لا، بس السر اللي ما كنتش عايز اني اقوله لاي حد النهاردة في الفيديو ده انا هقوله لكل الناس. اللي يهمه الموضوع يشوف، واللي مش يهمه الموضوع برضه ما يشوفش. حتى يعني مواضيع الأغاني الحزينة كلها الفترة اللي فاتت كانت بتتكلم عن الفراق بعد الحب. قلت أنزل تأليف لحلقة من القصة، يعني مش كله يبقى أغاني حزين. نزلت مرة واحدة بس. أنا يعني مش هقدر إن أنا أكتر من كده، ولا أقدر أكتم جوايا سر أنا مش قادر أكمل كتمانه أكتر من كده. وإن خلاص حان الأوان لتفجير هذا السر. لازم السر ده ما يفضلش بقى مكتوم. خلاص من الليلة دي السر ده هيطلع وهنشره جوه قناتي، عشان لو انا في يوم غبت عن القناة ما تسألوش ليه، هو ليه متغيب عن شغله في القناة. لا، انا هكون معاكم واضح وصريح. والفيديو ده لو انا تغيبت عن العمل بالقناة مدة طويلة تكونوا عارفين السبب ايه هو. بس كده يا أعزائي المتابعين، ربنا يسعدكم في حياتكم دايما، وأنا بحبكم جدا يا أعزائي المتابعين. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.